يا الحمد لله يا رب والشكر ليك. الشقة الحمد لله المهم خلص فيها كده خلاص. المحارة خلصت والسيراميك خلص وتأسيس الكهرباء. بس تأسيس الكهرباء هرجع ان شاء الله اعيد فيه حاجات عشان خاطر الحاجات اللي اتسرقت فيه. ويلا بينا بقى كده نسمي الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه الصلاه والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بالف خير. يلا بينا انا كده اول حاجه كده طلعت فتحت باب الشقه. اللهم صل على النبي. العتبه اللي على الباب دي انا كنت بصراحه نفسي اجيبها، اللي هي السودا دي، بس لقيتها ب 400 جنيه. دي اللي انا جايباها دي ب70 جنيه بس. كان نفسي، اللي هي باين اسمها جالاكسي، بس لقيتها غالية جدا. كان نفسي فيها بصراحة بس كانت غالية بصراحة قوي قوي، يعني فرق كام. بس الحمد لله جبت دي تمشي، يعني هي كده كده مش في الشقة، هي برا الشقة. يلا بينا كده. الاول هولع النور من المفاتيح بتاعة العداد عشان خاطر اعرف ايه اوريكم، لان انا مش معايا اصلا الرينج لايت. فهوريكم كده اول حاجة دخلت الشقة. انا بقى هوريكم، انا ما وريكوش يعني خلاصة المحارة والحاجات دي، فانا هوريكم كده جولة في الشقة كلها بالكامل، محارة بقى وسيراميك كل حاجة. ولو عايزين بقى تسألوني على اي حاجة او في تعديل برضو قولوا لي في الكومنتات. بصوا دي كده ده المحارة، وعملت جبسن بورد بس بلدي. الجبسن بورد المصنعية بتاعته 100، انا سألت في كل حتة كان 140. انا عايزة اقول لكم الراجل ده اللي هو بتاع المحارة يعني بجد عنده ضمير اكتر واحد بجد من الصناعية اللي انا جبتهم. هما كلهم كانوا كويسين، بس ده يعني عايزة اقول لكم كده ما بيقعدش 5 دقايق على بعض. يعني انا يدوبك الصبح بدري، اول ما الساعة 7:15 تيجي بالظبط بلاقيه على على باب الشقة. بيكون واقف هو والعجان اللي معاه. لما بجيب الاكل ما بيكملش ممكن 5 دقايق بالظبط والاقيه خلص اكل. بقول له ايه ده انت ما اكلتش؟ بلاقيه يعني هو قال لي احنا سريع عشان خاطر ايه، سرعه يعني في الاكل، عشان خاطر بنحب نخلص شغلنا بسرعه، مش بنحب بصراحه نقعد. الشاي بيشربه برضو انا بعمله او هو بيعمله، يعني بيشربه كده وهو واقف بسرعه، ما فيش عنده تضييع وقت خالص. الساعة 3:30 أو 4 العصر بيجي بيمشي، يعني هو ليه ميعاد بيجي فيه، بس أهم حاجة عنده تكون المونة خلصت اللي معاه، يعني العجنة اللي هو عجنها تكون خلصت. بصوا بقى أنا ده كده دي كده البلكونة. بصوا بقى أنا كنت بتمنى بجد نفسي قوي قوي في بلكونة. حتى لما كنت بدور على شقة كنت اهم حاجة عندي البلكونة، يعني كنت بشوف شقق مساحتها حلوة وفي اماكن حلوة وادوارها مش عالية، بس ما كانش فيها بلكونة. كان كله عامل بلكونة المونتال او كله مقفل البلكونة، وبرضو بلاقي المساحة بتاعة البلكونة نفسها اللي في الأوضة ممكن تبقى صغيرة، فما تدينيش مساحة ان انا ممكن مثلا افتحها. فانا لما لقيت دي بصراحة يعني حلوة وفي مكانها برضو حلو، هي دورها عالي بس حاجة يعني الحمد لله قريبة من مدرسة ولادي. قريبة طبعا من السوق بتاعي، قريبة يعني. بصوا يعني بالنسبة لي انا الموقع بتاعها حلو جدا، مش مشكلة تغنيني عن حاجات كتيرة. واهم حاجة من ده كله ان هي ايجار قديم. هي ايجارها عالي، كل اللي بيجي ويسأل على ايجارها يقول لي ده ايجارها عالي، والمقدم اللي انا دفعته عالي، وان انا برضك انا اللي بشطبها بفلوسي برضك. ده كله كتير يعني. اما كله يقول لي الافضل كنت جبتيها تمليك، بس انا كان نفسي في تمليك، بس مش هقدر اكدب عليكم، ما اقدرش ان انا ايه يعني اجيب تمليك. فربنا ان شاء الله يرزقني ويرزقكم جميعا ويوسع علينا جميعا يا رب. والحمد لله حاجة ابدا من حاجة. المهم يا جماعة، ادي كده اوضة اطفال. بصوا ايه اللي هي جنب باب الشقة على طول. برضو قولوا لي رايكم، اخليها اوضه اطفال ولا اخليها اوضه نوم؟ انا شايفه ان هي تبقى ايه يعني اوضه اطفال احسن، بالنسبه كمان ان هي ما تبقاش مجروحه، وتبقى اوضه اطفال يعني احسن. دي اهي. انا بقى في شويه تعديلات، انا طبعا مش هستغنى عن العفش بتاعي، بس في شويه تعديلات كده هعدلها عشان خاطر المساحه برضك معايا تكون كويسه، ما بقاش المكان مخنوق. بصوا بقى انا عامله كل السيراميك لون واحد، يعني عملت السيراميك. انا بس برضو بوريكم باكد لكم على المحاره، لان دي يا جماعه مش بؤج واوتار، دي محاره عاديه جدا. المتر فيها بكام؟ المتر ب13 جنيه الحائط، وب14 جنيه السقف.
السقف انا مش عاملاه مصيص، انا عاملاه تخشين، والتخشين بيفضل احسن. لما سألت طبعا قالوا لي التخشين افضل واحسن، بيخليش السقف يقع، بيبقى احسن على مدى البعيد في كل حاجة. اللهم صل على النبي. الحائط كان ب13، والجبسن بورد ب100 جنيه البلدي. بس انا طبعا اللي جبت الجبس، انا اللي كنت جايبه الجبس، وانا اللي جبت المحاره. خدت 4 نقل 4 نقل رمل، وخدت 2 طن اسمنت، ومش فاكره بصراحه كم شكاره جبس، بس في الجبس رجع منه حاجات. بصوا عايزه اقول لكم ان انا في السيراميك اتبقى مني شكاير اسمنت، بس خسرت فيهم، لاني كان في الراجل اصلا انا قلت له في الاول، قلت له اشتغل من اللي هو كان عندي من الاول، بس اشتغل من جديد. وطبعا الوقت طول فشكت، هو ما جاش عليها ميه فشكت. بصوا دي بقى اوضه اللي هي ايه، اوضه النوم. دي اوضه نوم، انا اللي هي في وش الحمام على طول. فبرضو قولوا لي اخليها اوضه النوم ولا اخليها اوضه الاطفال والتانية هي اللي تبقى اوضه نوم؟ برضو قولوا لي رايكم، وقولوا لي انهي الافضل يعني. انا خلاص ركبت الحديد. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. السيراميك بقى المتر، انا برضو بقول عشان بيبقى في ناس عايزه تعرف عندها، يبقى عندها خلفيه. بحب اقول كل التفاصيل بصراحه، عشان خاطر كله يعني يبقى مستفاد. فانا هقولك المتر عاملاه بتاع السيراميك، المتر ب30 جنيه. حسبته ازاي؟ حسبته بالكرتونه، يعني انا مثلا جايبه 67 كرتونه، شفت بقى اتبقى منها كام، فحسبناها. اخدت بقى الحاجات اللي هو عملها. المهم ان انا اكتشفت اصلا ان هو مش هو ده، يعني مش هو قال لي فاضل بس 2 حائط ومعرفش فاضل ايه. بصوا بقى الحمام وجماله. عايزه اقول لكم يعني كده يرد الروح وحياة ربنا. يعني لو هتفرشي كده وتفضلي قاعده فيه، جميل. هو انا بصوا انا عندي يا جماعه المساحه دي ما تفرقش خالص. في ناس بتعيش في قصور وبتعيش، واسالي مجرب، بتعيش في شقه واسعه، بس بالنسبه لها دي بتبقى جحيم. انا عشت في شقه واسعه، بس كانت بالنسبه لي قسما برب العزه اليوم فيها ب100 سنه. الحمد لله على كل حال. يعني انا عندي المكان يبقى صغنن بس اكون مرتاحه فيه نفسيا، والشقه دي روحها جميله جدا جدا وحلوه جدا. يعني اللهم بارك، الله اكبر الله اكبر، اللهم لا حسد عشان ممكن انا احسد نفسي طبعا. حلوه جدا وجميله. بصوا بقى الحمام بقى كده بينور يا جماعه، بينور بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تشرح القلب بجد والله. انا بجد فرحانه قوي بالنتيجه. هو من اول كده المشوار كان صعب جدا، وكنت كل خطوه بخطيها يعني عايزه اقول لكم نافوره عياط بتنزل مني. انا كنت بشوف بس الكيس ده فيه ايه، لقيت فيه جبس او اسمنت تقريبا ابيض. فكل مرحله كانت بتعدي عليا كانت صعبه جدا جدا، وكل مرحله كانت بتعدي عليا اقول لا ده انا هقف لحد هنا مش هكمل تاني. بس الحمد لله ربنا طبعا فوق اي حاجه اقسم بالله. وبلاقي اللي بيقويني، ويعني بلاقي نفسي بتشجع كده. والحمد لله برضو. انا في اخوتي وقفوا جنبي، وابويا برضو وقف جنبي، ربنا يبارك لهم يا رب. واخواتي والله العظيم ما سابونيش في اي حاجه، وبرضك ابويا. فالحمد لله على كل حال. محمد جوزي بقى يعني ايه، هو الله يعينه برضك في شغله، بس في اوقات كده يعني انا مثلا ايه كنت على طول كده اقعد ايه اقول له المفروض انك انت تبقى معايا وما اعرفش، بس هو غصب عنه، انا عارفه ان هو بيبقى في شغله. بس مثلا ايه، كنت بتضايق من جوايا، بس هعمل ايه، هو غصب عنه وهو مضطر لان ده شغله ما ينفعش ان هو يغيب منه. حاول ان هو يغيب منه كتير بس ما نفعش الحمد لله. بس عايزه اقول لكم تعب عليا، لان انا كنت بعمل يعتبر كل حاجه لوحدي، واخواتي برضك لما كانوا بيلاقوني لوحدي فكانوا بيقفوا معايا، وبابا نفس الحكايه. فالحمد لله على كل حال. بصوا ده كده الحمام، المطبخ كده الحمد لله كل حاجة في الشقة خلصت، اللي هي الأساسيات، الحاجات اللي كانت صعبة بالنسبة لي الحمد لله خلصت. ادعولي بقى كده دعوة من قلبكم ان اعمل النقاشة وتخلص على خير، وعقبال كده ما ننقل العفش بتاعنا كل انا وعيالي، لان هيتجننوا بجد ويروحوا الشقة ويقعدوا فيها. فادعولي كده دعوة من قلبكم.
يا رب ان شاء الله. بص ملك بتقول لكم يا رب نفسها تروح هي وعلي قوي، وانا والله العظيم نفسي بجد اروح. عمالين يقولوا لي ان شاء الله هم هيتجننوا ويروحوا من دلوقتي. فادعوا لي كده دعوه من قلبكم ان هي تخلص على خير، لاني يعني لسه ايه مش متاكده اذا كنت هعمل الخطوه اللي بعد كده ولا ايه. فربنا ييسر الامور ان شاء الله ويرزقني باذن الله برزقهم، اللهم امين. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب يكون عجبكم.